الحمد لله النادي الاهلي بيفوز على الجيش بثنائيه نظيفه بقفشه والسوليه. الحمد لله النادي الاهلي مهم جدا في الفتره دي اللي هي قبل ماتش الوداد، خصوصا في الثلاث ماتشات المضغوطه بتوع الدوري دول، ان انت تكسبهم ان شاء الله باي نتيجه الحمد لله. فطبعا الاداء ما كانش احسن حاجه طبعا في ظل راحه كولر لاكثر من 8 لعيبه. طبعا دماغ كل تفكير الجهاز الفني واللعيبه والجمهور كلهم بيتصبوا في ماتش الوداد. فالحمد لله كولر واحده واحده زي ما قلت لحضراتكم انه هيريح اللعيبه واحده واحده قبل ماتش الوداد. فكويس ان الحمد لله انه راح اللعيبه، وكويس جدا ان انت تكسب بفضل الله باي تشكيله متاحه. ده ان دل على شيء الحمد لله ان انت القصه كلها ان انت معاك مدرب بره محافظ اللعيبه الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الاداء ما كانش احسن حاجه، والفتره دي ما حدش يفكر في اداء، اهم حاجه الحمد لله المكسب. المكسب بيجيب مكسب، فالحمد لله اهم حاجه ان احنا يعني بفضل الله السنتين اللي فاتوا دي، يعني السنتين اللي فاتوا دي كان النادي الاهلي كان بيواجه صعوبات في المنافسه في افريقيا والمنافسه في الدوري العام، كان بيحصل اجهاد. الحمد لله الفتره دي كولر ممشي الفرقه الحمد لله. الحمد لله ما بيتحججش باجهاد، ما بيتحججش بيقول لك ان في الدنيا في ضغط مباراه. الحمد لله مدرب زي ما بيقولوا الحمد لله ربنا كرمنا بيه ومش واخد حقه. الاعلام بقى مش بيديله حقه ايا كانت القصه، لكن كولر بيشتغل في صمت. كولر ما بيتحججش، كولر ما بيقولش انا عندي اجهاد، كولر ما بيتحججش بيقول لك انا عندي اصابات. بالبلدي كده الجهاز الفني لو عايز ياكلك حاجه هياكلها لك، اللي هو يجي يطلع يقول لك ده انا عندي اجهاد، انا عندي اصابات، فهتلاقي النغمه كلها بتاعت الجمهور وكل لعيبه وكل النغمه ماشيه كلها في احنا عندنا اجهاد. لكن كولر ما بيقولش الكلام ده كله، شيل 8 لعيبه من الفرقه. الاداء مش احسن حاجه بس الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه، واهم حاجه ان انت تكسب. وماتش الجيش ده ماتش الجيش من ماتشات الرزله اللي بتبقى على النادي الاهلي. يعني الجيش من الفرق الرخمه اللي بتعاصلك مع النادي الاهلي. يعني اخر 5 ماتشات باستثناء الماتش بتاع امبارح كان 2 فوز للجيش و2 تعادل و1 فوز للنادي الاهلي. فالقصه الحمد لله ان انت عديت ماتش زي ماتش الجيش، والحمد لله ان شاء الله انت تعدي ماتش السيراميكا ان شاء الله يوم الاثنين، وواحده واحده علشان نخلص الدوري بدري بدري ان شاء الله، وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، وربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله. حضور 20,000 متفرج لمباراه الاهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. اخبار متداوله طبعا الفتره اللي فاتت ان تمت الموافقه على حضور 20,000 متفرج لماتش الاهلي والوداد. صراحه ربنا انا مش عارف يعني دي القصه دي انا ما اعرفش هي ماشيه ازاي صراحه. يعني انت ماتش الهلال وماتش الرجاء كان بحضور 50,000 متفرج ويمكن اكتر. هو احنا بنتقدم ولا بنرجع؟ يعني انت ده ماتش نهائي افريقيا، ماتش نهائي افريقيا، يعني تلاعب ليه النادي الاهلي ب 20,000 متفرج؟ النادي الاهلي ممثل مصر، النادي الاهلي ممثل مصر. فانا مش فاهم الصراحه القصه ماشيه ازاي صراحه. يعني النادي الاهلي محتاج جماهيره، النادي الاهلي محتاج جماهيره في الماتش زي ده. على النقيض شوف المسؤولين في المغرب عملوا ايه. كان في جزء كده في ملعب مركب محمد الخامس كان في اصلاحات، الجزء ده اتصلح. يعني نادي الوداد هيلعب بالملعب بالساعه الكامله لمركب محمد الخامس. فبعد اذن الناس حضور الجماهير ده شيء مهم، خصوصا ان انت ماتش الذهاب عندك اول حاجه، فربنا يكرمنا ان شاء الله. فاتمنى ان الاداره تسعى ان العدد يزيد عن 20,000. يعني 20,000 ايه يا جماعه؟ احنا مصر يا جدعان، احنا مصر، احنا اكبر دوله في افريقيا وفي العرب. يعني 20,000 ازاي يا جدعان؟ ازاي وكل الكلام اللي المسؤولين الرياضه بيتكلموا فيه ان مصر عايزه تنظم كاس عالم 2030، مصر عايزه بتحلم تنظم اولمبياد، بتحلم تعمل كذا. ازاي يبقى ماتش نهائي افريقيا والدنيا كلها تبقى شايفاه و20,000 متفرج؟ بصراحه مش فاهم حاجه، واتمنى ان كل الاخبار دي مش صح يعني.